السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعينا الكرام، في هذا الفيديو غادي نشوفوا الملخص الكامل لمباراة المغرب الفاسي والوداد الرياضي، المباراة اللي جرات برسم المؤجل الدورة الثانية عشرة من الدوري الاحترافي المغربية. المباراة اللي فاز بها المغرب الفاسي بهدف قاتل للاعب ادريس الجبلي، اللي كيهدي بها النقاط الثلاث للمغرب الفاسي وكذلك صدارة الدوري المغربية والتحصل على بطولة الخريف بهذا الفوز هذا. اذا بلا ما نطول عليكم اصدقائي، نخليكم مع الملخص الكامل اللي حطيته لكم بجوده عاليه وبتعليق المعلق عبد الحق الشراط، ونتلاقاو ان شاء الله في الاخر. راحت الاهداف هو ماكينه اهداف يحظى بمسانده كبيره من طرف منصر الماس ومسؤول الماس. مقابله تكون من النار، غنتماهاو معها بكل امكاناتنا باش نقدموا فرصه في مستوى التطلعات. حكم مقابله نبيل برقيه، نذكر بالمناسبه انه بالامس في مباراه مثيره جيش ملكيه فوز من مجمع الرياض امير بن عبد الله في دور الناس على فرق نهضه كان بجوج صفر على عصبه الابطال في الوقت اللي محطات عديده للاعب. البعض يرى في بانه بطيء، انما في التجربه يكون حاضر. ارتقاء من جديد، كره مساويه، اشرف هرماش اول اختبار، انما كانت صعبه نسبيا. اول اختبار في المقابله بطبيعه الحال الماس رابط ينطلق، مرابط يدخل مره قبل زي مرة، ولكن تغطيه رائعه لادريس الجبلي الذي مدد مقامه مع المغرب الفاسي لسنتين اضافيتين. امامكم على الصوره. ترجع لعند فاكا من جديد، تمرير عبر الاطراف، زاويه ثالثه ثاني، انطلاق عبر الاطراف، مفيد سريع تونس عبر الاطراف. غدامسي ينطلق، غدامسي انطلاقه من الوسط، محاوله الصعود، اشرف هرماش، سدد بقوه اظنه نور الدين اسامه 25 سنه، اسلوب سلس ورائع للوصول للمرمى. تغطيه الوسطي، مرابط اليمين، مرابط في القائم الثاني، انما مراقبه فاسيه حسب ما اشاهد الان صعبه على المستوى التكتيكي. بطبيعه الحال نتمنى نشاهدوا فيها اهداف، فرصه فريق داخل الميدان الخصم. راميرو فاكا البوليفي في القائم الثاني، صعبو حارس يقيد بهدوء كبير. ماس عبر التاريخ القاب وبطولات 4 مرات، بطولة الدوري وطني كرة القدم. أول لقب في 65، والثاني في 79، والثالث في 83، والرابع في 85. فوز وداد ب1-0 بعد نقول العمليات الحارسية. تمسي بعيد عليه نسبيا، تغطية الوسطي زاوية للمغرب الفاسي، هذه المرة من تحت ورقة من أندية. زيدان أظن باكاسو الكونغولي هو الذي سلط هذه الكرة الفاسية الصعبة للغاية لصلاح الدين الغداء. كرة فاسية من جديد، أشرف هرماش، رأسية، الحارس يقيد ومساكين غنشالوا هذا مدرسة الوداد. كونترول مشى عبر الأطراف ومرور، هناك التدخل العادي الرحيلي داخل الدفاع فريق المغرب في الصورة. تجربة حاضرة، اليقظة حاضرة، مرابط تتأخر نسبيا، مراقبة كبيرة. الظهير الأيسر الرائع مروان أوهرو، لاعب سابق اتحاد الجمهورية الخميس المغرب الفاسي اللي يلزم البنك البدلاء. رأسية رائعة جدا، أظنه عادي الرحيلي، طويل قامة، مخضرم، مجرب، ارتقى فوق الجميع. حتى الرأسية كانت مركزة، فقط الحارس ربما يكون آخر موسم له في مشواره الرياضي، باعتبار تصل لي ناسي سريع، ولكن مراقب بشكل صحيح من طرف ادريس الجبلي، لاعب بدون زيادة أو نقصان. الملاحظة يمكن الإقصاء من الكاف واللي يعجل بالرحيل، قد تبقي أو تؤجل برحيل المدرب، أي مدرب حتى المستوى العالي. بل هذا لاعب خط وسط هرماش، مرور
بانيا قال لي مواطنو راميرو تمشي على المرابط يتخلص من الرقبه يسدد بقوه، ولكن سمته كبيره، سمته كبيره للاعب الرحيلي، خرجوا بسرعه كبيره، الكونتر اتاك للماس، هجوم هنا وبهذه النديه وبهذه الصلابه مشى الغدامسي التونسي يمرروا التمرير لم تكن موفقه. هناك اي مدرب باعتبار لغه الكواليس، لغه الكواليس تكون حاضره بين الفين والاخرى، وهذا الشيء عادي في مجال كره القدم. استماته كبيره، دريس جابلي انتهت، ضاف حكم مقابله دقيقه راسيه، اول يمكن نعتبر اول تهديد لفريق الوداد هي هذه الراسيه للكونغولي باكاسو. هذا الجناح سليمان علوش ينطلق، علوش يمرر من وضعية صعبة. أول يمكن نقول أول تهديد للمهاجم سفيان بن كان مراقم طرف أبو الفتح من وضعية صعبة، ربما لم يترك هنا بالاكستيريور بشكل رائع، يمارس بهدوء كبير داخل فريق المغرب الفاسي لأنه مدد مقامه ضائعة. هناك الكونغولي باكاسو مفيد يصعد عملت واحد اثنين، راميرو فاكا يمرر ناسي ولكن تغطيه باسم الوداد تشجع الوداد. كره صعبه لا زالت خطيره تمشي عند راميرو فاكا، راميرو هي كره جميله، زيدو الوسطي بعيده، عطى كره رائعه راميرو، مشى نور الدين مرابط. هناك فراغات في الكره الايسر، يتوصل كره رفيعه توصل راميرو فاكا يسدد، ولكن حارس فاسي يقيد المقابله انتعشت، ارتفعت وتيره المقابله وهي كتاب مفتوح. العلوش سليمان العلوش خالق متاعب اللاعب تخلص من الرقبه، تجاوز مفيد في ضغط نسبي لفريق المغرب الفاسي، انما الكونتر ديال فريق الوداد صعب للغايه. كره للماس ماذا يقول الحكم؟ مقابله خراج الحارس، هذه واحده من الامدادات هجوميه، كره وراء ظهر اللاعبين. هناك اللاعب الفاسي ادم بريكا الواعد 20 سنه، اصغر لاعب في رقعه الملعب، احتجاجات كبيره، كونتر اتاك لفريق المغرب الوداد، انما خلاص غنشاهدوا اعاده مباغته. الكونترول مشى مرابط ينطلق، القطار مكوكي، مرابط ينطلق، تاخر وصعب عليه الزاويه. فقط لي كراميرو فاكا منطلق، فقط لي انطلاقه فاسيه العلوش ينطلق عبر الاطراف، محاوله المرور، محاوله تمرير، اشرف هرماس من جديد، كره فاسيه تونسي مرور راسيه، ارتقى فوق الجميع سفيان بن جديده كأني به طائره مروحيه، لما يرتقي فوق الجميع. كنترول من سيفعل، لا دريس جايلي يشعل فتيل المقابله ويسجل هدف من كوكب اخر. روعه يمكن نقول روعه كل شيء، طريقه باش غادي يسدد، طريقه لاتينيه محضه، امريكا لاتينيه محضه، يمكن نقول مدرجات المركب الرياضي بفاس. كما لاحظتوا اصدقائي، كان هذا هو ملخص مباراة اليوم بين الوداد الرياضي والمغرب الفاسي، المباراة اللي جرات برسم المؤجل الدورة 12 من الدوري المغربي، المباراة اللي فاز بها المغرب الفاسي بهدف لصفر عن طريق اللاعب دريس الجبلي، اللي اعطى النقاط الثلاث لفريق المغرب الفاسي، وبالتالي صدارة الدوري المغربي ب 31 نقطة، وكذلك الحصول على بطولة الخريف.